السلام عليكم البنات. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم الطريقه كيفاش نخرجوا الرشمه من السيبر، حيت لقيت فيها مشكل مع البنات بزاف، والبابي باش كنطراسيو الرشمه. ضروري البنات غنشرح لكم هاد النقط باش هكا ما تبقاوش تطيحوا في الاخطاء، حيت كاينه كتمشي عند السيبر او المكتبه كتقول لها خرج لي هاد الرشمه، كتعطيها الرشمه كتلوح عليها في الواتساب، كتعطيها الرشمه يعني ما كتعطيهاش العبار، غير كتلوح لها الرشمه صافي كتخرجها لها للمكتبه او للسيبر كيف ما بغات هي. فالبنات هنايا كنحتاجوا اننا ناخذ الطول ديالنا والعرض ديال الرشمه، ضروري ما كتقولي للسيده اللي غتخرج لك هذا الرشمه. مثلا انا هنايا عندي في هاد الورقه 30 سنتيم، هذه A4، هاد الورقه الطي ديالها A4 فيها 30 سنتيم، هذه فيها 30. كنخرجوا الرشمه اللي عندنا فيها العبار 30 سنتيم. هذه A3، هذه البنات A3 فيها 40 سنتيم اولا 42، المهم حنايا غنمشيو على حسب الرشمه. هاد A3 فاش كنحتاجوها؟ الا كانت عندنا الرشمه فيها 34 32 36 كنخرجوها في هاد الورقه ديال A3. بالنسبه للعرض البنات كنحدوه بين 10. العرض ديال الرشمه هو هذا، كناخذوا البلاصه اللي عريضه، اللي عندنا في الرشمه عريضه باش يخرج لينا هاد العبار هو هذاك، وفي نفس الوقت راه غيخرج هاد العبار مزيان. المهم حنا عندنا الغرض بالرشمه كيفاش ناخذوا العبار ديالها، ناخذوا من الجهه اللي غتكون فيها العرض اكثر من الرشامي الاخرين. اذا عندنا هاد البلاصه اللي عريضه خصني ناخذ العرض ديالي من هنا. صافي تفهمنا على هاد النقطه. ضروري البنات مثلا انا عندي في هاد الرشمه 36 غنقول لها خرجي لي 36 في الطول، وخرجي لي في العرض 10 سنتيم 12 سنتيم. هنا في هاد الورقه ديال A4 قلت لكم فيها 30 سنتيم، حتى هي العرض بحال A3، يعني ما عندناش فيه مشكل. المشكل فين عندنا في الطول. كتحدي لها الطول كتقول لها خرجي لي 30 سنتيم. 30 سنتيم خرجت لي في الورقه كامله. بحال مثلا هاد الجناب هادو ما كاملاش الرشمه، غادي نكملها بايدي نكملها صافي وهنا كملت. المهم تكون فيها 30 سنتيم. المهم هادو هما النقط اللي طرحوا لي البنات ولقاو فيهم مشكل، هما هادو. ضروري انتي قبل ما تمشي تاخدي عبارك في دماغك، ديه ليها تقولي لها بغيتها صغيره ولا بغيتها كبيره بطبيعه الحال في A3 هي هذه، وصغيره في A4. قيدوا عندكم هذه المعلومه. بالنسبه للرشمه قبل ما نخدموا بها كنقطعوا العبار ديالنا اللي هو هذا. مثلا هنا عندي سنتيم، محتاجه ان يكون عندي 2 سنتيم. كنبعد على الثوب، مثلا هذا هو الثوب بحال هكا، كنبعد على الثوب سنتيم وكنخلي هاد سنتيم، يعني 2 سنتيم. بغيت 3 كنزيد 2 سنتيم والسنتيم اللي عندي هنايا، وعاد كنحط الرشمه ديالي من بعد ما نكون ثبتها في الثوب. المهم طريقه الترشيم راه كاينه في الفيديو عندي في القناه، دخلوا طريقه الترشيم غادي تفهموا. قبل ما نبدا نخدم هاد الرشمه ضروري من السكوتش البنات، السكوتش ضروري منها. كنغطيو بها هاد الرشمه باش ما تستقابش. كنبقاو نخدموا بها شحال من مره، يعني هذه عندي مني بديت كنخدم البره الشرقيه وهي عندي ها هي باقا كيف ما هي. المهم السكوتش ضروري من السكوتش. الرشمه كتبقى لك نقيه وزوينه، ما كتقطع ما حتى شي حاجه. كناخذ السكوتش. المهم طريقه التلصيق راه واضحه وباينه البنات. كناخذ السكوتش ديالنا كنبداو من الراس، كنساليوها من الراس، كنعاودوا بها حتى كنغطيو الرشمه كامله. المهم حتى لهنا ومفهومه البنات. بالنسبه للبابي، المهم هاد الماركه حتى هي زوينه البنات،
حيت كنشوف بزاف البنات كيقولوا هادي خدموا بهادي صافي هادي زوينه. كاينين بزاف البابي كاينين زوينين، هذا حتى هو زوين، ولكن هذا فاش كنحتاجو في الالوان الغامقه، البيض في الالوان الغامقه. هاد الماركه حتى هي زوينه البنات. هذه حتى هي شبيهه بهذه، حتى هي زوينه، هذه حتى هي زوينه. بالنسبه لهاد الالوان كنحتاجوهم في الالوان اللي بين وبين، يعني ماشي الغامقه وماشي هذا ماشي المفتوحه بطبيعه الحال. البيض والبلونكاسي هاد الالوان خاطينا فيهم، ما نخدموش بهم، حيت ضروري ما غيتوسخ لك الثوب، وانت الثوب اطرشميه وتبداي تصبني فيه. لا، هاد الالوان نحتاجوهم في الالوان الغامقه. مازال الكحل كنخدموا بهذا الكحل الماغون بلو مارين، الالوان المغموقه كنخدموا بالبيض. اللون الفاتح البنات بلونكاسي، البيض كنخدموا بالصفر، الصفر نقي، ما نخدموش لا الاحمر لا بالليموني، هذا الصفر نقي. هذا مزيان الالوان المفتوحه. بلونكاسي البيض البلوسيا، المهم الالوان المفتوحه كامله نخدموا بها بهذا اللون هذا الصفر. البيض كيف قلت لكم الوان غامقه. هادو كيبقاو في اللوينات اللي كيكونوا شويه مغموقين، يعني ما كيخرجوش اللون على برا، كيبقى اللون عندها في الداخل. المهم ملي كتخدمي راه غادي تغطى لك، ملي كتبداي تطرزي غادي تغطى لك الرشمه، تغطي لك الرشمه، البابي ما يبقاش يبان الطراساج ديالو. نكملوا. قلت لكم هاد الماركه زوينه، هذه حتى هي معروفه، هذه راه معروفه، هي اللي كيمسحوا بها كاع الطرازات معروفه. هذه البنات حتى هي زوينه، ما كتوسخش ما كتراسيش، هذه حتى هي زوينه. المهم سكرينيو البنات، ها هي سكرينيوها خليوها عندكم، لقيتوها مرحبا، ما لقيتوش راه هذا كافيكم وغنيكم عن يعني تخدموا به. هذا راه تبارك الله راك تخرجي منه، راك ترشميه تحطيه تعاودي تقلبي تعاودي تدوري ثاني. مهم البيض اللي خاوين ما مطراسيش فيهم ما كتخدمي بهم، اما لا تمحل بطبيعه الحال غتعاودي تاخدي واحد جديد. المهم هادو زوينين، هذا كيف قلت لكم حتى هو زوين، حتى هو زوين ما كيوسخش البنات، واخا تشوفوه هكايا راه ما كيوسخش ما كيوسخش هذا حتى هو زوين. هانتوما الدليل انني راه كنرشم فيه، ها هو شوفوا الرشيم، كثرت ما رشمت فيه تا ولا هادشي بحال مخربق. المهم هذا حتى هو زوين. وضروري البنات في الرشيم كنحطوا وحده من الفوق ووحده من تحت الثوب. البنات اللي شرحت لكم في التيك توك راه مفهوم القضيه، انا شرحتها لكم وواضحه. كنديروا الثوب هنايا، هنا الظهر ومن هنا الظهر. بالنسبه للبرش الشرقيه راه كنرسموها على ظهرها ماشي على وجهها، عكس الرباطي بالماكينه، رباطي الليد التونسي او لا. المهم البرش الشرقيه كنخدموها على الظهر، باش تكون عندكم هذه الفكره. دائما كنخدموا البره الشرقيه على الظهر ديالها، على الظهر الثوب. الوجه هو اللي كيخرج فيه هذوك الشعيرات، اما الظهر كيكون عير الغراز، كاين فيه الغراز. كنديروا الرشمه ديالنا من التحت، عفوا البابي من التحت والبابي من الفوق، وكنديروا الثوب هنا الوسط صافي، كيخرج لنا كتخرج لنا الرشمه. واخا نكمل معكم، قلنا هذا مزيان، هذا كيخرج هاد الماركه كتخرج، ولكن كتوسخ ردوا منا البال البنات، كتوسخ اليدين، كتوسخ الثوب. مهم اللي تعرف تخدم به ماشي مشكل انه ما توسخ الثوب تخدم به، اما اللي كانت مبتدئه ما نصحكش به اختي، راه كيوسخ. انا راه هانتوما خدامه به ماشي ما خداماش به، ولكن تردي معاه البال. مثلا ملي تبغي ترشمي بحال هذه تهزيها بحال هكا وترشمي باش هذا ما يطاصش لك في الثوب. المهم هادو هما الاشكال اللي عندي، هادو هما اللي كنخدم بهم. قلت لكم هذا البنات المبتدئات تفاداو، اما اللي كتيجي طارزه وكترز وكتعاود راه غتعرف كيفاش تتعامل معاه. وهادو راه ما كيوسخوا ما كيطراسيو في الثوب ما حتى شي حاجه، زوينين. مهم زوينين وكل شيء. بالنسبه للوينات راني حددت لكم اللوينات باش كنخدموهم. البيض راه قلت لكم اللوان، وهذا اللون الغامق قلت لكم اللوان، وبطبيعه الحال الصفر حتى هو قلت لكم اللون. المهم كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون واضح ومشروح ومفهوم، واللي عندها شي سؤال تخليه لي في التعليق، واللي بغى تدخل الجروب تصيفط لي، راني انا اصلا حاطه الرقم ديالي
في اليوتيوب، اللي بغات تدخل مرحبا بها. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلام عليكم.